لو انت في الساحل الشمالي او انت في مرسى مطروح وراجع على اسكندريه، او رايح من اسكندريه لمرسى مطروح، او رايح العلمين، او رايح سيدي عبد الرحمن، اكيد الفيديو ده هيهمك. السرعه بقت 80 على طريق العلمين، وتحديدا لحد الكيلومتر 53 عند سيدي عبد الرحمن. والنهارده هوريك طريق بديل هيكون اوفر ليك واحسن ليك، واوفر حتى من ناحيه الفلوس، لانك اكيد هتلبس في غرامه علشان السرعه. النهارده هتشوفوا معايا الطريق اللي انا ماشي عليه ده هو طريق دائري العلمين، وهنشوف في نهايه الفيديو شرح على خريطه القمر الصناعي. ده هيوريك ازاي تدخل على الطريق، وازاي بيوفر معاك وقت، وبيوديك على فين وبيجيبك منين بالظبط. نشوف المقدمه والفيديو وبعد. انا على طريق العلمين، جاي من اتجاه مرسى مطروح، او تحديدا من اتجاه سيدي عبد الرحمن. على شمالي مراسي لسه منتهيه، انا كده قدام قريه الدبلوماسيين. على يميني كده ده مدخل دائري العلمين. انا وقفت بس الصوره عشان تلاحظوا اليافطه اللي اتعلقت. اليافطه دي اتعلقت تاني يوم القرار اللي صدر بتحديد السرعه 80 للملاكي، ملاكي 80، الاتوبيس 70، والنقل 60. في كذا رادار واقف في المنطقه دي، ومفيش تراجع عن القرار ده، لان فعلا المنطقه زحمه هناك جدا. نشوف مع بعض الطريق هيكون عامل ازاي. بداية الفيديو طبعا عند قرية الدبلوماسيين على طريق العلمين. بنبدأ ندخل يمين كده على طريق الدائري حوالين مدينة العلمين. الطريق زي ما انتم شايفين على اليمين والشمال عمود إنارة كده. المدخل بتاعه مش واضح قوي من على الطريق، لكن عامة هو الطريق نظيف جدا. 4 حارات بدأ الناس يعرفوا الطريق، أغلبهم نقل على فكرة، يعني النقل برضه عارف الطريق كويس. في النص طبعا في أعمدة هاي ماست، وهنقابل كباري برضه في الطريق. طبعا في طرق تحتها مودية للأماكن القرى اللي تبع مدينة العلمين. طريق جميل وكويس، وبصراحة مشينا عليه سرعة كويسة. طريق يعتبر طريق حر، يمين وشمال صحراء فاضي. قابلنا بس في بنزينة على الطريق برضو. الطريق مش طويل جدا، أعتقد طوله حوالي 20 كيلومتر، يمكن أقل حاجة بسيطة، ويوصلنا لطريق وادي النطرون. على الشمال في طبعا تقسيم مدينة العلمين الجديدة، وده هنشوفه على شرح القمر الصناعي اللي هنشوفه مع بعض في نهاية الفيديو. نسرع مع بعض الفيديو شوية. برضه هنقابل في الطريق على اليمين اللي جاي ده، دي محطة بنزين فيها سوبر ماركت، وهتلاقوا فيها الخدمات اللي انتوا عايزينها. الطريق مش طويل قوي، هو دائري زي اي دائري، مش طويل قوي يعني، بس هو عليه برضو محطة خدمة للي عايز او محتاج يمون او اي حاجة. برضو هتغنيك عن البنزينات اللي موجودة في مدينة العلمين. لو انت عامل حسابك تمون من مدينة العلمين، لا، مون من على الطريق الدائري ده ومفيش مشكلة خالص. نكمل الطريق مع بعض، لان الطريق هو تكملته بالشكل ده لحد ما نقابل طريق وادي النطرون. في بعض التقاطعات زي ما انت شفتوا ناخد بالنا منها برضه. نكمل مع بعض شويه. التقاطع اللي جاي ده هو تقاطع طريق البترول. ده طريق البترول ده طبعا اللي هو ماشي في وسط مدينة العلمين، ونازل في اتجاه منخفض القطارة وشركات البترول. التقاطع ده زي ما انتم شايفين كده هو التقاطع الوحيد اللي هتلاقوه على التقاطع الرسمي الوحيد يعني اللي هتلاقوه على الطريق. في مخرج بيودي على طريق. بدأنا نلف شمال، وطالما بدأنا نلف شمال يبقى احنا قربنا من طريق وادي النطرون. معنى كده ان الدايرة بدأت تخلص اللي حوالين مدينة العلمين، وبنرجع تاني في اتجاه الساحل شوية لحد ما نقابل طريق وادي النطرون. هنشوف مع بعض بقى. في وشنا على طول هنلاقي فيه كوبري. الكوبري ده بيعدي الجنب التاني من طريق وادي النطرون. احنا كده وصلنا طريق وادي النطرون، هندخل يمين. طبعا اللي مكمل في اتجاه اسكندرية هيعدي الكوبري ويكمل من مدينة او منطقة اسمها منطقة الحمام او مدينة الحمام، وبيكمل وبيرجع تاني لطريق الساحل العادي خالص. احنا كده دخلنا يمين في اتجاه طريق وادي النطرون، في اتجاه القاهرة، او في اتجاه طريق القاهرة اسكندرية القاهرة الصحراوي يعني.
بمجرد ما ندخل يمين هنلاقي في بنزينة على أول الطريق، بنزينة وطنية اللي هي في أول طريق وادي النطرون من اتجاه العلمين. كده خلاص احنا ركبنا طريق وادي النطرون في اتجاه القاهرة. طريق جميل جدا، وفر معانا كتير. نشوف شرح الخريطة هيوضح تفاصيل تانية. زي ما قلت لكم في كل فيديو احنا هنشوف على خريطة القمر الصناعي بالظبط احنا مشينا ازاي. دي مدينة اسكندرية، هنلاقي على شمالها كده مدينة العلمين في الطريق لمطروح. لو جينا نشوف طريق مطروح هنلاقيه هو بالشكل ده، اللون الازرق. انا طبعا معلم في الجزء اللي هو عند منطقة العلمين، وده الطريق اللي صدر قرار قريب جدا زي ما قلنا ان السرعة عليه بقت 80. دي سرعة قليلة جدا بالنسبة للمسافات الطويلة. لو انت رايح مثلا مرسى مطروح من اسكندرية، مسافة طويلة عشان تمشي في الجزء ده. هو طبعا القرار من الكيلو 53 للكيلو 153 تقريبا، او من اسكندريه لحد الكيلو 153. ده بعد سيدي عبد الرحمن بحوالي 20 كيلو متر. لكن انا معلم بالازرق عند الجزء اللي هو في منطقه العلمين، وده الاهم لينا لان الناس كتير صعب جدا ان هي تمشي بالسرعه دي عليه. طيب لو جينا تحديدا ناخد كده طريق وادي النطرون، احنا طبعا ده باقي طريق اسكندريه لحد سيدي عبد الرحمن. لو جينا ناخد طريق اسكندريه هنشوف كده بالظبط. ايوه ده طريق وادي النطرون. طريق وادي النطرون طبعا اللي باللون الاخضر اللي جاي من الطريق الصحراوي، بينزلك على العلمين عند مارينا 5 تقريبا، عند بوابه 5. وده الطريق اللي احنا عارفينه. مجرد ما تخلص الطريق وتعدي من البوابه انت كده هتبدا في حدود السرعه اللي هو على الطريق اللي باللون الازرق اللي هو طريق مرسى مطروح من اسكندريه. وده الطريق اللي السرعه عليه بقت 80 وصعبه جدا يعني. الطريق الجديد بقى اللي احنا مشينا عليه فين بالظبط؟ انا هديكوا اللون بتاعه باللون الاحمر. هو ده الطريق ده. الطريق ده يا جماعه انا بالنسبه لي اتحركت منين؟ انا اتحركت من او كنت جاي من اتجاه ما بعد سيدي عبد الرحمن، يعني على طول من عند مراسي بالظبط، مع نهايه مراسي، وانا جاي من اتجاه مرسى مطروح. طبعا في طريق قبل كده اللي هو طريق محور الضبع، ده اللي رايح القاهره هيكون افضل ليه. لكن اللي مكمل اسكندريه او عايز يطلع من الطريق الصحراوي هيكون احسن له ان هو ياخد الدائري ده ويبعد خالص عن الطريق اللي هو ده اللي هو سكه ال 80 سرعه 80. هنيجي من بعد مراسي بالظبط، دي نهايه مراسي، دي مدينه مراسي بالظبط اهيت، ودي سيدي عبد الرحمن. بعدها على طول هناخد يمنا، ونركز ان الطريق دخلته ضيقه شويه او مش ظاهره قوي من الطريق. دي الدخله انا بدات بالظبط من هنا وبعدين دخلت يمين. طبعا الرسم باللون الاحمر مش مظبوط قوي، بس انا دخلت كده ومشينا كده. الطريق فيه شويه تعوجات لكن السرعه عليه 120 ومش عليه كارته، وهو طريق دائري بيعديك حوالين مدينه العلمين. طبعا لو ركزنا هنلاقي ان الطريق ده يا جماعه هيبقى حدود مدينه العلمين. طبعا لو شايفين اهوت انا مشيت كده، كل ده مشيت بالطريقه دي هنا كده. كل التقسيمات دي مدينه العلمين الجديده او استكمالاتها. طبعا هم شغالين في الجزء الكبير ده على الساحل وبدا انشاءات هنا. المفروض هيكون بقى الجامعات والمدارس والمنطقه الصناعيه والكلام ده كله في الجزء ده. فالطريق الدائري ده هيكون هو حدود مدينه العلمين الجديده، اللي هو بيحد او بيحوط حوالين مدينه العلمين الجديده. همشي على الطريق كده لحد ما وصلت طريق وادي النطرون، ونزلنا خرجنا منه على طريق وادي النطرون هنا كده. طريق جميل جدا دائري، تمشي عليه السرعه اللي انت عايزها. طبعا 120 يعني اكيد اخرها، وهيوفر معاك كتير جدا. احنا كنا بنمشي المسافه دي وعلى السرعه البطيئه بقى يعني، وغير الزحمه اللي بتقابلك في الجزئيه بتاع مدينه العلمين وعند مارينا. ولو حتى لو مثلا هتدخل بنزينه هتلاقي زحمه جدا هنا. طبعا اول ما بتخرج من الطريق هنا على طريق وادي النطرون هتلاقي فيه بنزينه على الطريق هنا طريق وادي النطرون. الطريق ده يا جماعه اساسا هو مكمل بالشكل ده وبيرجع تاني يقابل طريق اسكندريه مرسى مطروح قبل مدينه الحمام بشويه يعني تحديدا بعد بورتو مارينا. يا رب يكون الطريق كده واضح معاكم. في انتظار دعمكم واشتراككم واللايك والشير بيفرق معانا كتير جدا. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. شكرا ومع السلامه.